السلام عليكم. انا دكتور محمد حبيب، اخصائي الامراض الجلديه والتناسليه والتجميل. اهلا بكم في النسخه الاولى من الاستاتيك ميديسن كونفرنس المقدمه من اكاديميه فيوتشر فيجن فور تريننج. احنا بنبتدي ان احنا نركز على ان التقدم الطبي والتكنولوجي بيعكسوا الطلب المتزايد دلوقتي على تخصص التجميل بشكل كبير جدا. ودلوقتي كمان اللي ساهم في القصه دي زياده هي زياده الوعي عند معظم البيشنتس بالتخصص، وده كمان زود معانا التحدي اللي بقى موجود عند كل طبيب تجميل اكتر واكتر من الاول. تمام؟ فعشان كده احنا بقينا عايزين نقدم المؤتمر ده فرصه مهمه جدا لتبادل الخبرات والمعرفه بين الاطباء. هنتناول خلاله مجموعه كبيره من المواضيع الضروريه، بدايه من احدث التقنيات الجراحيه ووصولا للتكنولوجيا والابديتس المختلفه لتحسين جوده العنايه بالجمال. كونوا مستعدين لاستكشاف طيف واسع من الخبرات بواسطه افضل الاطباء المحاضرين في المجتمع الطبي، ونتمنى ان شاء الله تكون فتره المؤتمر هي فتره استفاده مكثفه. وبنشكر طبعا كل القائمين على اعداده وتنظيمه، وشكرا لتواجدكم ودعمكم المستمر لرفع مستوى تخصص طب التجميل. طيب هنبتدي ان احنا نكمل كلامنا. وهنبدا بالفروق ما بين شكل الفيس بتاع الميل وشكل الفيس بتاع الفيميل. ودي نقطة مهمة جدا جدا في حتة ان احنا نبتدي نحدد. لازم ان احنا نبتدي نشوف الفروق ما بين الميل والفيميل والشكل العام بتاع الفيس بتاعهم عامل ازاي. لان بمنتهى البساطة احنا اولا ممكن يجي لنا في الشكوى الاصلية ان احنا عندنا فيميل حاسة ان شكلها ماسكولاين الى حد ما، او العكس ميل حاسس ان شكله فيميناين الى حد ما. فدي نمره واحد. نمره اتنين والاهم بقى بالنسبه لنا في مجال التجميل، ان احنا لما نبقى شغالين ما نشتغلش بحيث ان احنا نحول الميل لفيميل او الفيميل لميل بشكل عرضي. كويس؟ لان الكلام ده سواء ان هو بيتعمل بشكل غلط او ان هو ممكن يكون بيطلب اصلا من بعض البيشنتس. المفروض ان هو ما يحصلش، مش المفروض ان احنا نوصل لمرحله ان احنا يبقى الميل يقرب قوي لشكل الفيميل او العكس. تمام؟ طيب المقاييس او الاسس اللي بتحدد القصه دي بتبقى شكلها ايه؟ زي ما احنا شايفين في الصوره قدامنا كده، عندنا الصوره اللي فوق ديت بتوضح الشكل العام بتاع المنطقه بتاعه التشيكس بالجو لاين بالدقن. الفرق ما بينها وما بين الميل عامله ازاي، ما بين الفيميل وما بين الميل عامله ازاي. لو بصينا على الجزء بتاع الميل كده هنلاقي ان العرض بتاع الجو لاين هنلاقيه تقريبا يساوي العرض بتاع التشيكس. تمام؟ والمنطقه بتاعت التشين شويه وايد، يعني عريضه شويه. كويس؟ وده بيخلي المظهر العام بتاع الوش بتاع الميل شكله الى حد ما ريكتانجلر شويه، على عكس الوش بتاع الفيميل اللي بيبقى الى حد كبير انفيرتد تريانجل زي ما احنا شايفين كده. الجو لاين بيبقى العرض بتاعه اقل بشكل ملحوظ من العرض بتاع التشيكس، وبيبقى التشين نارو وبوينتد. كويس؟ فده اول فرق اساسي. وده بالنسبه لنا لو البيشنت فيميل وجايه عندها الجو لاين عريض شويه، فاحنا بنحاول ان احنا نتدخل بحيث ان احنا يا اما نقلل العرض بتاع الجو لاين او نزود العرض بتاع التشيكس على حسب المشكله فين. تمام؟ وفي نفس الموضوع في الميل لو هو عنده في فرق ما بين العرض بتاع التشيكس اعرض من الجو لاين بشكل واضح، بنبتدي ان احنا نوظف الادوات بتاعتنا بحيث ان احنا نزود العرض بتاع الجو لاين شويه. تمام؟ برضو لو جينا بصينا على الصوره اللي تحت دي كده هنلاقي في فرق واضح جدا في شكل الانجل اوف ذا ماندبل. تمام؟ الانجل اوف ذا ماندبل دي شكلها بالنسبه لنا فارق جدا هنا في الميل عن الفيميل. لو بصينا كده عند الميل هنلاقي ان الفيرتيكال ريمس ده كويس اطول شويه من عند الفيميل، بس في نفس الوقت الانجل نفسها مور شارب، يعني نحس ان هي اقرب ل 90 درجه، على عكس الانجل هنا عند الفيميل اللي هي بتبقى وايدر جدا اكتر من 100 درجه. تمام؟ ودي سمه برضو بتميز بشكل كبير جدا الفرق ما بين الميل والفيميل. عشان كده برضو لما نيجي احنا نشتغل على الجو لاين بشكل عام ونبتدي نوظف الادوات بتاعتنا فيه، لازم ان احنا نراعي برضو الفروق دي. اولا ما ينفعش نجيب فيميل ونعرض لها الجو لاين بشكل كبير جدا حتى لو انا بحقن فيلرز. تمام؟
وفي نفس الوقت ما ينفعش اخلي الايه الانجل اوف ذا ماندبل عند الفيميل تكون يعني فيري شارب او فيري نارو بحيث ان هي تقرب من 90 ديجريز، لا لازم تكون واسعه بشكل ملحوظ. تمام، تبقى في فرق ما بينها وبين الميل بشكل واضح. كويس، ده بيبان معانا بشكل كبير جدا بالذات في حقن الفيلرز. لما احنا نبتدي نتكلم على الحقن مثلا بتاع التشيكس، فاحنا في الفيميلز بيبقى عندنا فرصه ان احنا ندي وايدنج للتشيكس اكتر شويه من الجو لاين، علشان خاطر ندي الشكل اللي هو الانفيرتد تريانجل اللي احنا عايزينه ده. في حين ان في الميل لا، الوضع بيبقى معكوس، بنبتدي ان احنا نعمل وايدنج اكتر في الجو لاين عن اللي احنا بنشتغل فيه او بيه في التشيكس، عشان خاطر نبتدي ندي الشكل اللي هو ريكتانجلر. كويس. فالحاجات ديت طبعا بتبتدي تفرق معانا بشكل كبير جدا في النتيجه النهائيه والشكل العام للوش، والحاجات دي لازم نراعيها بشكل كبير بغض النظر حتى عن احيانا اللي بيطلبوا البيشنت، لان هتلاقوا بعض الاحيان خصوصا في الايرا الجديده دلوقتي، وان المفهوم بتاع الحقن بتاع الجو لاين والتكساس والكلام ده كله، احيان كتير ممكن تلاقوا في ميلز جايين بيطلبوا ان هم يعملوا وايدنج يعرضوا الجو لاين هنا. اكشلي دي مش حاجه طبيعيه خالص بالنسبه للفيميل، وشكلها ما بيبقاش ناتشورال ولا حلو خالص، هو جاست ترند. تمام، ومش المطلوب مننا كدكاتره ان احنا نبقى منساقين ورا الترند وخلاص. احنا بنعتمد على اسس علميه وطبيه، دي ما بتتغيرش مع الوقت وما بتتغيرش مع الترندز، فلازم ان احنا نبقى عارفين امتى نلبي طلب البيشنت وامتى يكون الحاجه اللي بيطلبها البيشنت ديت يعني راجعه او واقعه تحت الجزئيه بتاعه السبجكتيف بيوتي ستاندردز اللي بتفرق ما بين حد والتاني، وامتى لا دي حاجه ما ينفعش ان هي تتنفذ اصلا، لان هي هتبتدي تتخطى الشكل الطبيعي بتاع الفيميل مثلا وتدخلها الميل او العكس. تمام، كويس. نيجي بقى نخرج من النقطه دي لنقط تانية تعتبر بقى شامله شويه او بتجمع الميلز والفيميلز بشكل عام، وهي الريشيوز او النسب الطبيعيه بتاعه الوجه عند الايه الجنسين بشكل عام. احنا عندنا نسب المفروض ان احنا بنبتدي ان احنا واحنا شغالين دايما بنحافظ عليها، لان النسب ديت لو فرقت بشكل كبير قوي او بقى في فروق ما بينها بشكل ملحوظ، في هذه الحاله هيبان ان في حاجه شكلها غريب. فلو جينا بصينا على الصوره اللي انا فتحتها دلوقتي ديت اللي على الناحيه اليمين، هنبص نلاقي ان الوش متقسم لثلاث تلات. تمام، 3 ثيردز. كويس، التلت اللي فوق ده اللي هو الجزء بتاع الجبهه لغايه الاي براو. تمام، من اول الهير لاين لغايه الاي براو. وبعدين في جزء في النص اللي هو الجزء اللي بيبقى فيه من اول الاي براوز كده لغايه نهايه النوز. تمام، وبعدين بعد كده في الجزء اللي تحتاني خالص اللي هو من اول الايه نهايه النوز نفسها لغايه الايه التشن. كويس، دول ثلاث تتلات لازم يبقوا بالتقريب قد بعض تقريبا. كويس، بالتقريب يعني ايه؟ يعني احنا بنتكلم في الكلام ده مش بالملي، يعني احنا برضو الحاجات اللي بتتحسب بالملي والسنتي ده في مسابقات ملكات الجمال وخلافه، انما احنا هنا بنتكلم على الشكل العام الطبيعي بتاع البشر، وده بيبقى بالتقريب تقريبا، يعني لازم يبقى الثلاثه قريبين من بعض في الايه في الطول والحجم. كويس، طب ده بيفرق معايا في ايه؟ بيفرق معايا في الناس برضو اللي هم بيبقوا جايين عايزين ان هم يشتغلوا على المنطقه بتاعت التشن. كويس، امتى اعمل لها الونجيشن زياده وامتى ما اعملش، واقف امتى، او ايه الباوندرز او الحدود اللي هتوقفني وانا شغال عشان خاطر يطلع الشكل بالنسبه لي ايه طبيعي. كويس، كمان لو جيت بصيت بقى على الصوره اللي هي الشمال، هلاقي ان هو الوش كمان بيتقسم لخمس تخماس. كويس، اول خمس اللي هو بيبقى في الميد لاين دوت اللي هو ما بين الميديال كانتس للميديال كانتس. تمام، ما بين الميديال كانتس للميديال كانتس. كويس، ده المفروض ان هو يبقى تقريبا قد الخمس الثاني اللي هو ما بين الميديال كانتس لللاترال كانتس. تمام، الخمس الثاني ده يكون قد الخمس الثالث اللي هو ما بين اللاترال كانتس لغايه الايه الايلا اوف ذا نوز كده، او اللي هو الايه يا ربي الطرف بتاع الودن كده. تمام، بس طبعا احنا بنتكلم هنا الهيليكس ده. كويس، ده هنا مرسوم هنا على صوره، انا ما بتكلمش على الكيرفيتشر خالص بتاع الوش، يعني بمعنى زي ما احنا شايفين كده الخمس ده خمس مرسوم 2 دي
تمام عباره عن مساحه مسطحه ملهاش دعوه بالكيرفتشر ده خالص، الطول بقى ده بتاع الوش اللي هو العمق ده مش داخل معايا في الموضوع. تمام، فاحنا عندنا دول الخمس تخماس اللي احنا بنتكلم عليهم اهو. ادي من اول الهيليكس اوف ذا اير لغايه اللاترال كانثس على الناحيه الايه اليمين، وبعدين بعد كده من اول اللاترال كانثس لغايه الميديال كانثس، وبعدين من الميديال كانثس للميديال كانثس الناحيه الثانيه، وبعدين من الميديال كانثس لللاترال كانثس، وبعدين من اللاترال كانثس لايه للهيليكس الناحيه الثانيه. دول خمس تخماس المفروض انه يبقى قد بعض الى حد ما، وده هيفرق معايا كتير في ايه، في لو انا بحقن المنطقه بتاعت التشيكس عندي، او لو انا بحقن الجو لاين. كويس، المناطق ديت لما اجي اشتغل عليها لازم ابقى واخد بالي كويس قوي ان انا ما اتخطاش مرحله معينه. المفروض ان انا ما يبقاش التشيكس عندي مغطيه على الهيليكس اوف ذا اير، وما بقاش شايف الودن عندي واصله لغايه او مش باينه عندي من اللي هو الايه الفيو اللي هو الانتيريور، يعني وانا واقف قدام البيشنت كده ابقى شايف الهيليكس باينه من جنب البروتروجن بتاع التشيكس والجو لاين. تمام، ده لازم ما اعديش المرحله دي. كويس، فدي بتبقى الليميتيشنز بتاعتي عشان خاطر ابقى دايما محافظ على شكل طبيعي للايه الوش. تمام، طيب الحاجات اللي انا بتكلم فيها دي كلها حاجات ستاندردز. يعني ايه؟ يعني الحاجات ديت بتحكمنا واحنا شغالين، علشان خاطر احنا اكيد بنقابل كل يوم وبنشوفها كتير قوي ناس اشتغلت عملت حاجات ليها علاقه بالتجميل، والحاجات ديت يعني تسببت في اشكال غريبه جدا 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 جدا، يعني مش المفروض ان هي تكون موجوده. الحاجات دي بتبقى ملفته بشكل واضح، والحاجات الملفته ديت بتستدعي يعني او بتنم عن ان الوضع مش ده المفروض ان هو يكون يتم، او مش المفروض ان هو ده الشكل الطبيعي اللي يرسى عليه الموضوع. احنا في الاول في الاخر اطباء تجميل، يعني هدفنا ان احنا نوصل البيشنت لافضل او اجمل شكل ليها. في ليميتس معينه لو عديناها عدينا من او تخطينا مرحله التجميل لمرحله ان احنا بقى الموضوع عندنا بقى شكله اسوأ. تمام، فده ما يصحش ان هو يخرج من طبيب تجميل. فاحنا بنتكلم في الستاندردز دي علشان احنا ما ينفعش نعديها حتى لو بناء على طلب البيشنت، لان البيشنت ممكن يبقى يعني هي البرسبشن بتاعها للجمال متاثر بحاجات تانية زي ما اتفقنا ترندنج دلوقتي، انما ملهاش دعوه بالجمال نفسه. فبالتالي مش ده المفروض ان احنا ايه نمشي وراه، احنا بنعتمد على الاسس التشريحيه اللي احنا المفروض بنبقى عارفينها. كويس كويس. طيب بنيجي بعد كده عايزين نتكلم بقى على ايه، على حاجات ليها علاقه بالايه الاسس بتاعه البيوتيفيكيشن نفسه. احنا اولا ايه اللي بيفرق الشكل بتاع اليونج فيس من الاولد فيس؟ اللي بيفرق ده ان احنا بيبتدي يحصل عندنا مشكلتين. المشكله الاولانيه loss of connective tissue اللي هو الانسجه الضامه زي الكولاجين والالاستين والحاجات ديت بتبتدي تفقد من الايه المناطق المختلفه في الجلد ومن الوش طبعا بشكل خاص. والمشكله الثانيه هي فقدان دهون loss of fat. طيب المشكلتين دول بينتجوا عندنا ايه في الاخر؟ بينتجوا عندنا ساجنج او ترهل في الجلد، بمعنى ان الانسجه بتاعه الوش بشكل عام تبتدي ان هي تاخد مستوى اخفض او اكثر يعني انخفاضا اوطى شويه من المستوى اللي هي المفروض تبقى موجود عليه. فبدل ما معظم الانسجه متجمعه هنا في التشيكس ورافعه الوش كله ومدياله شكل الى حد ما زي ما احنا شايفين كده زوايا مفتوحه شويه او زوايا واسعه شويه، لا بقى معظم الانسجه متركزه في الجزء السفلي هنا، تمام، عند الجو لاين وحوالين الجزء السفلي من الفم، وبقت مديه الوش زوايا الى حد ما قائمه نسبيا او حاده نسبيا. تمام، فانا هدفي ان انا اعمل ايه؟ ان انا استعيد تاني الايه الشكل الطبيعي او التوزيع الطبيعي بتاع الانسجه اللي موجوده عندي. فالكلام ده انا بعمله باكتر من اداه. وارد جدا ان انا استخدم فيها الفيلرز بحيث ان انا اعوض الجزء بتاع الدهون اللي احنا اتكلمنا عليه دوت. ممكن انا استخدم حاجه زي الخيوط في ان انا اشد الجلد اللي حصل فيه ترهل ونزل في المستوى دوت للمكان الطبيعي بتاعه، وابتدي ان انا اعوض جزء من الكونكتيف تيشو الكولاجين اللي فقد ان هو يتكون تاني حوالين الخيط ويديني الشكل الافضل. تمام، فبيبقى ده الاوبجكتيف الاساسي بتاعي، ان انا
مش بس ارجع كمان المكان بتاع الانسجه للطبيعي بتاعه، لا انا كمان عايز اشتغل على حته ان انا اساعد على تجديد الانسجه. وده بيفرق معانا كتير جدا في الادوات الجديده اللي بنستخدمها زي الفيلرز والخيوط، لان الحاجات دي بقت بتتعمل من مواد كلها بيولوجيكالي اكتف او ميديكال جريد ماتيريالز، والماتيريالز ديت كلها بتساعد بشكل كبير في حته ان هي تكون كولاجين جديد وانسجه جديده. فهي مش بس بتديني التاثير اللي انا محتاجه من حته ان هي تعكس التاثير السلبي بتاع الفقدان بتاع الكونكتيف تيشو بتاع الفاتس والكلام ده كله، لا هي كمان بتبتدي تديني تحسن او يعني معدل افضل لتكوين الانسجه والخلايا. وده بيدي البشره بشكل عام مظهر افضل سواء على المستوى العميق او على المستوى السطحي. فبيبقى ده هدف الاساسي. عشان كده دايما بنلاقي ان احنا دايما الادوات اللي بنشتغل بيها بنحب ان احنا في الحالات اللي هي اتعرضت للايجنج بروسيس نشتغل ات هاير بوينتس. يعني دايما المنطقه بتاعه التشيكس والزيجوما الابر تشيكس دي هي التارجت بوينتس بتاعتنا، سواء بقى لما بنيجي نخش بالفيلرز بتاعتنا بحيث ان احنا نتارجت الليفتنج بتاعنا او الفيشل فات كومبارتمنتس اللي هنتكلم عليها بعد شويه، او ان احنا نبتدي نشتغل بالخيوط برضو من هاير بوينتس هنا بحيث ان انا اعمل انكرنج بوينتس او اماكن يعني التصاق قويه تشد لي الجلد كله في الاتجاه اللي انا عايزه او الاتجاه الاعلى اللي انا عايز اعمل فيه او اعمل ريسيتنج للانسجه فيه تاني. تمام؟ طيب فهنيجي بقى من النقطه ديت نبتدي نتكلم على الايه الاناتوميكال كونستراكشن بتاع الوش، والاساس بالنسبه لنا فيه هو الفيشيال فات كومبارتمنتس. كويس كويس. الفيشيال فات كومبارتمنتس هي ديت الوحده او العامل الاساسي المكون معانا للشكل العام بتاع الوش، وهو بيساهم بشكل كبير جدا في الوضع او المكان بتاع الانسجه وبتاع الجلد وبتاع الخلايا في الحته ديت والشده بتاعت الجلد بشكل عام. طبعا ده الى جانب الكونكتيف تيشو اللي بنتكلم فيه والكولاجين والالاستين وخلافه. تمام؟ طيب احنا بقى بالنسبه لنا علشان خاطر نقدر ان احنا نعرف احنا محتاجين نتارجت ايه لما نيجي نشتغل وبالذات بالفيلرز، لان احنا بالنسبه لنا الحاجه الاساسيه اللي احنا بنستخدمها علشان خاطر تبقى بديل للنورمال فات اللي موجود عندنا هي الفيلرز. فبالتالي علشان نبقى عارفين احنا هنتارجت ايه بالفيلرز بتاعتنا لازم نبقى احنا عارفين ايه هو الديستريبيوشن او التوزيع بتاع الفيشل فات كومبارتمنتس دي. تمام؟ طيب احنا عندنا في الاساس تو جروبس اوف فيشل فات كومبارتمنتس، يعني مجموعتين اساسيتين. المجموعه الاولانيه هي الديب جروب اللي بنقول عليها ديب فيشل فات كومبارتمنتس. تمام؟ اللي هي على الشمال عندنا اللي هي بيكتشر A. تمام؟ وعندنا الجروب الثاني اللي هو السوبرفيشال فيشل فات كومبارتمنتس اللي هي في بيكتشر B. تمام؟ طيب كل واحده من دول او كل مجموعه من دول ليها وظيفه. احنا عندنا قاعده اساسيه ان كل ما الانسجه كانت اعمق او كل ما الدهون بالذات كانت اعمق كل ما كان التاثير بتاعها غالب اكتر على ان هو يبقى ليفتنج، يبتدي يرفع او يشيل فوقيه الانسجه. كل ما كانت سطحيه اكتر كل ما كان التاثير بتاعها غالب اكتر على ان هو يبتدي يديني كونتورنج او شيبنج، يبتدي يشكل الشكل بتاع الوش بشكل عام. تمام؟ فانا بالتالي الديب فات كومبارتمنتس هي دي اللي مسؤوله عن السبورت، هي دي اللي بتعمل دعم للانسجه بتاعت الوش وهي اللي شايلاها فوقها، في حين ان السوبرفيشال فات كومبارتمنتس دي اللي مديه التدويره والشده السطحيه بتاعه الجلد. تمام؟ وهي دي اللي مخليها واخد الكيرفز الطبيعيه بتاعته. طيب احنا عندنا طبعا بالنسبه للديب فات كومبارتمنتس عندنا اكتر من فات كومبارتمنت، كل واحده فيهم بتسبورت او بتدعم منطقه معينه. يعني عندنا مثلا منطقه زي التير تراف او منطقه بتاعه التجويف بتاع تحت العين او الجزء بتاع المنطقه بتاعه تحت العين نفسها، دي مسؤول عنها في الديب فات كومبارتمنتس اتنين فات كومبارتمنتس. واحده اسمها ميديال سب اوربيكولاريس اوكيلاي فات اللي هي هنا ديت ناحيه جوه جنب الانف، والثانيه اسمها لاترال سب اوربيكولاريس اوكيلاي فات اللي هي الخارجيه دي. تمام؟ دول الاثنين اللي مسؤولين عن الدعم او السبورت بتاع المنطقه بتاعه التير تراف بشكل عام او المنطقه بتاعه تحت العين بشكل عام. تمام؟ وهي دي اللي مسؤوله عن حته ان هي تشيل الجلد في المنطقه دي وما تخليهوش شكله مترهل. القصه دي بتفرق معانا كتير جدا. ليه؟ لان معظم الحالات اللي بتجيلنا بتجويف تحت العين بتتعامل معامله واحده عند معظم الناس، الا وهي ان احنا بنخش نحقن نملى بفيلر وخلاص. طبعا القصه ديت بتخلي النتائج بتاعت الفيلرز نسب
الرضا بتاع العملاء بتوعنا او بتوع البيشنتس بتوعنا عنها مش افضل حاجه خالص، لان مش كل الحالات زي بعض. زي ما احنا شايفين كده، احنا عندنا الديب فات كومبارتمنتس، وفي نفس الوقت عندنا سوبرفيشال فات كومبارتمنت ثانيه اللي هي الانفرا اوربيتال فات، اللي هي شكل الهلالي اللي تحت العين ده. تمام، دي اللي مسؤوله عن الامتلاء بتاع المنطقه ديت، دي موجوده سوبرفيشال. حلو. طيب، فبالتالي كل واحده من دول ليها وظيفه. على اي اساس؟ احنا عندنا الديب فات كومبارتمنتس دي فيري ديب، يعني عميقه جدا، موجوده على البون مباشره، سوبرا بري اوستيال. تمام، في حين ان السوبرفيشال فات كومبارتمنتس بشكل عام بتبقى يعني في الديب سبكوتينيوس تيشو، زي ما بنقول كده، فوق طبقه معينه كده اسمها الاسماس او السوبرفيشال ماسكولو ابونيوروتيك سيستم. تمام، فبالتالي بطبيعه الحال كل ما دخلنا ديبر، كل ما كان الفوليوم مش باين قوي على حساب الايه، الليفتنج. كويس، يعني الليفتنج هو اللي بيبقى باين، هو بيبقى فيه سبورت بس مش بحجم قوي، على عكس الحاجات السوبرفيشال بتبقى دي اللي مديها الحجم. فالديب فات كومبارتمنتس عندي هي شايله الجلد بس هي مش مديها حجم قوي، في حين ان السوبرفيشال فات كومبارتمنت اللي هي الانفرا اوربيتال فات ديت هي اللي مديها الحجم، هي اللي مديها الامتلاء للمنطقه دي، مش مخليها مجوفه. بس في الحالتين لو حصل عندي لوس اوف فات من اي واحده منهم، غالبا هيبقى البرزنتيشن على شكل تجويف. يعني البيشنت هتجيلي بمنطقه غائره تحت العين، لان بمنتهى البساطه لو السبورت فقد، غالبا الجلد اللي هيجمع على بعضه او هيترهل دوت هيبتدي يعمل تحتيه تجويف. تمام، فعاده لو البيشنت مش متشخصه كويس هيتحقن هنا زي هنا، وبالتالي لو هي سوبرفيشال الدنيا هتبقى بالنسبه لنا غالبا تمام. عشان كده غالبا معظم الحالات اللي بتبقى راضيه عن الحقن بتبقى يونجر ايج. بس لو الموضوع ديب غالبا هيبقى الموضوع مش افضل حاجه والنتائج مش حلوه قوي. ليه؟ علشان خاطر بالعكس بقى ده ممكن يجيب معانا نتيجه عكسيه، لان انا زودت الحمل اللي موجود على منطقه اصلا السبورت فيها قليل، لان انا عندي الديب فات كومبارتمنت اللي مسؤول عن السبورت بتاع المنطقه ديت خلاص فقدت، فمش قادره تشيل، انا حطيت عليها حمل زياده، فبقى الموضوع اسوأ كمان. عشان كده لازم البيشنت تتقيم كويس قوي، يبقى عارف الموضوع ديب ولا سوبرفيشال، بناء على الايدج، بناء على نسبه الترهل بتاع المنطقه بتاعه التير تراف ديت، واشوف الجلد مترهل فيها قد ايه، لاكس يعني المدى التايتنس بتاعته او الشده بتاعته اخبارها ايه. كل ما الشده كانت اقل على الجلد هنا، كل ما كنت هبقى متخيل او متوقع اكتر ان انا السبورت بالنسبه لي اقل. فلازم البيشنت تتقيم كويس، ولازم احدد انا محتاج ابدا في البدايه بالحقن الديب ولا سوبرفيشال، كويس، عشان خاطر اقدر ادي افضل نتائج. نفس الكلام ده ينطبق على بقيه الفات كومبارتمنتس، زي مثلا هنا بالنسبه للديب فات كومبارتمنتس عندنا اللي هي المثلثه اللي هي الميديال ديت، اسمها ديب ميديال تشيك فات، ودي مسؤوله عن السبورت بتاع المنطقه بتاعت النيزوليبيال فولد بشكل عام، هي دي اللي شايلاها ورفعها لفوق كده ومخلي المنطقه ديت ما فيهاش ايه، ما فيهاش خط عميق. كويس، فلو حقنت المنطقه ديت بتبتدي ترفع لي الجلد بتاع الجزء ده وتخلي النيزوليبيال فولد ده مش باين قوي، وده معناه ان ممكن يكون البيشنت جاي بتشتكي من نيزوليبيال فولد وانا بحقنها هنا في الايه، في التشيك اصلا، مش بحقنها في النيزوليبيال فولد نفسه. نفس الكلام ينطبق على البقه الفات اللي هي الفات كومبارتمنت الكبيره قوي، الديب فات كومبارتمنت الكبيره قوي دي، اللي جايه من اول التمبرال اريا نازله معايا لغايه الجو لاين ومعديه جنب الماريونيت لاين والقصه دي كلها. دي برده لو اتحقنت في المنطقه ديت هتبتدي تعملي ليفتنج لكل المنطقه بتاعت اللور فيس دي كلها بالكامل، وبالتالي في هذه الحاله هبقى انا الميد فيس واللور فيس لو انا حقنت بس المنطقه بتاعت التشيكس دي هنا كده في التشيكس بس كده، اللي هو الجزء بتاع الابر تشيك كمان اللي هو فوق الزيجومه، ده كافي جدا ان هو يعمل لي تحسن في المنطقه بتاعت الميد واللور فيس كلها بالكامل لو انا هحقن فيلر في المنطقه دي. كويس، ليه؟ لان ده هيشيل لي او هيعمل لي سبورت لكل تقريبا المناطق بتاعه الوش، وهيبتدي يعوض اللوس اوف فات اللي كان موجود في المنطقه ديت، بحيث ان هو يظبط لي الليفتنج بتاع الجزء ده. حلو، فطبعا دي بتخلي الموضوع جلوبال، يعني بيخلي الشكل بشكل عام افضل. يعني ممكن يبقى انا بالنسبه لي زي ما اتفقنا البيشنت جايه بتشتكي من نيزوليبيال فولد او عندها مثلا الانجل اوف ذا ماوث دروبنج شويه او ماريونيت لاينز او الجو لاين، وانا تلاقيني بحقن فين؟ في التشيكس هنا فوق. وده الجمال بتاع الليفتنج، ان انا بالنسبه لي ممكن ابقى بحقن في حته غير اللي بتشتكي منها البيشنت، بس في نفس الوقت التحسن اللي بيحصل في الوش كله بشكل عام. فده بيخلي الشكل ناتشورال اكتر، طبيعي اكتر، وساطل اكتر، مش باين قوي ان البيشنت عامله حاجه، وهو ده سر النجاح بتاع اي بروسيدور تجميلي يتعمل بشكل عام. وفي نفس الوقت التاثير بتاعه اشمل بشكل كبير جدا. غير بقى لما انا ابدا احقن الاماكن اللي بتشتكي منها البيشنت، وهو مش غلط باي ذا واي،
بس الفكره ان هو مش ده مش اكتر حاجه صح، لان لو هبدا في الحتت ديت هحتاج احط كميات اكبر شويه، وده هيخلي الريسك بالنسبه لي اعلى. ومن ناحيه تانية هيخلي بالنسبه لي كمان برضو الشكل مش بالشمول المطلوب منه. فعشان كده دايما بنفضل ان احنا نشتغل بحيث ان احنا نصلح المشكله من جذورها. انا عندي المشكله الاساسيه هنا هي ايه؟ هي ان انا حصل عندي لوس اوف فات من الفات كومبارتمنتس، وبالذات الديب فات كومبارتمنتس المسؤول عن السبورت. فبالتالي انا لما باجي ادرس المشكله من الجذور بتاعتها، ده بيفرق معايا بشكل كبير جدا في النتيجه النهائيه اللي انا ممكن اوصل لها. فلما ببدا بالحته دي بالديب فات كومبارتمنتس بتفرق معايا كتير جدا. ما يمنعش برضو ان انا ممكن بعد ما اخلص الحته دي ابتدي ان انا اشتغل على سوبرفيشال فات كومبارتمنتس عادي خالص. يعني مثلا انا لسه برضو خلصت انا الحقن بتاعي بتاع التشيكس، ولسه عندي شويه في النيزوليبيال فولد هنا في خط لسه باين بسيط بس بقى سوبرفيشال. ساعتها ممكن ان انا اعمل له ادرس وابتدي ان انا اخش واحقنه، مفيش مشكله خالص. بس الفكره كلها ان انا بالنسبه لي في هذه الحاله هيبقى الكميه اللي انا محتاج احقنها هتبقى غالبا اقل بشكل سيجنيفيكانت جدا، وبالتالي هيبقى النتيجه بالنسبه لي افضل والريسك بالنسبه لي اقل بشكل كبير جدا. نيجي بقى لمكان مهم جدا او فات كومبارتمنت مهمه جدا، وهي المثلثه اللي هي فوق مكانها تقريبا فوق الديب ميديال تشيك فات، واللي هي اسمها سوبرفيشال ميديال تشيك فات، اللي هي جنب النيزوليبيال فات على طول هنا دي. ودي وجه اهميتها ان المنطقه ديت هي اللي بتدي التدويره او التكويره بتاعه الخد من هنا ومن هنا كده. بس القصه دي ما بتبقاش سيجنيفيكانت او باينه قوي معايا غير في الفيميلز. يعني الميلز المنطقه دي بتبقى عندهم مور فلات شويه، وعشان كده عاده انا ما بهتمش بالمنطقه دي غير في الفيميلز. ولازم اراعي كويس قوي ان انا ما ازودهاش قوي في الميل علشان خاطر الميل ما يقلبش معايا بشكل فيميناين شويه. تمام؟ فلازم ان انا ابقى مهتم جدا بان انا لما اجي احقن المنطقه دي بالذات لازم ان انا يبقى موجه الشغل بتاعي اكتر في الحقن في المنطقه دي للفيميلز اكتر من الميلز. طبعا في ناس كتير بتحب اشكال مختلفه من للوش بتاعها. الجمال بشكل عام زي ما قلنا سبجكتيف. يعني ايه سبجكتيف؟ يعني هو خاضع للاختلافات الفرديه ما بين كل شخص والتاني. كل واحد بيبتدي ان هو يشوف الجمال بالشكل الخاص بيه، والكلام ده مش بينطبق بس على مجال التجميل، بينطبق على كل حاجه في حياتنا. مفيش يعني مش كل الناس بتحب نفس الاكل، مش كل الناس بتحب نفس الشرب، مش كل الناس بتحب لها نفس الذوق في اللبس ولا في العربيات ولا في الاجهزه ولا في السكن ولا في اي حاجه. كل واحد وليه ذوقه الخاص. تمام؟ وبالتالي طول ما احنا في الحدود الطبيعيه اللي احنا اتكلمنا عليها مع بعض يليق للبيشنت ان هو يختار الشكل اللي يعجبه. تمام؟ فمثلا احنا بيبقى عندنا شكل معين او تقسيمه معينه للوش بتاعنا، كويس؟ بتختلف من شخص للتاني. بالنسبه لنا احنا كدكاتره تجميل البيوتي ستاندرد بتاعتنا في الحته دي هي ان احنا عندنا هنا ممكن يبقى في عندنا كيرفتشر كده بنقول عليه اللي هو في التشيكس اللي واخد من اول التشيكس لغايه الجو لاين، بنقول عليه الاو جي كيرف او البيوتي كيرف. ده بيبقى اس شيبد كيرف كده، واخد المنطقه بتاعت التشيك ديت بارزه شويه حاجه بسيطه، وبعدين بعد كده فيها تجويف مقعر سنه صغيره كده، برده كل دي حاجات بسيطه جدا وفيري سوفت. تمام؟ في الميد تشيك هنا، وبعدين بعد كده عند الجو لاين تحت برده واخد ايه بروز بسيط. تمام؟ ده بيوتي ستاندرد، وده اللي على الاغلب بنعتبره احنا كدكاتره التجميل الاجمل، بنقول عليه بيوتي كيرف. بس مش كل الناس بتحب القصه دي. في ناس بتحب الراوند فيس او المون فيس، اللي هو الوش المستدير اللي بيبقى ممتلئ الوجنتين او ممتلئ الخدين. تمام؟ اللي هو الميد شيك ده بيبقى ممتلئ شويه. فالامتلاء ده علشان خاطر ان انا اوصل له المسؤول عنه هو السوبرفيشال فات كومبارتمنتس اللي هي موجوده في الميد شيك اللي هنا ديت، هي دي اللي مسؤوله عن القصه دي. دي بتتحقن بشكل سوبرفيشال نسبيا زي ما اتفقنا في الديب سبكوتينيوس تيشو، بحيث ان هي تبتدي تديني الفولنس بتاع المنطقه دي وتخلي الوش مستدير معانا. فطبعا ده يعني حق طبيعي للبيشنت ان هي تطلبه لو هي كانت بالذات متعوده على شكل وشها كده قبل كده، بدات تفقد الشكل ده لسبب من الاسباب، سواء بقى هي خست او عمليه ايجنج او ايا كان الاسباب، بس بدات تفقد الشكل ده فهي عايز ترجع تستعيده تاني. فمفيش مانع ابدا ان انا ادرس الفات كومبارتمنتس ديت علشان خاطر ادي الشكل الجمالي المطلوب. فبتفرق، دي بتفرق من حد للتاني، وطالما الوضع فيه فروق ما بين الناس وبعضها او كل واحد بيبقى ليه تفضيل معين، طالما طبيعي يبقى انا مفيش مشكله خالص من ان انا انفذ الحاجه اللي البيشنت عايزها مني. تمام؟ كويس.
ايه بقى الهدف بتاعي اللي انا محتاج ان انا اوصل له، او ايه الشكل الجمالي اللي انا المفروض ان انا ببقى مستهدفه معايا؟ طبعا اولا عمليه الايدجنج بروسيس زي ما اتفقنا، زي ما احنا شايفين في الصوره ديت، تسببت في ان جزء كبير من الانسجه في الصوره الشمال تهدل وترهل الجزء ايه تحت، وده تسبب معايا في وجود تجاعيد في المنطقه بتاعه النيزوليبيال فولد، الماريونيت لاينز، والانجل اوف ذا ماوث بقى نازل لتحت. كويس. المنطقه اللي حوالين الفم كلها بقى فيها تجاعيد بسيطه. طبعا انا بيبقى الهدف بتاعي الاساسي ان انا ابتدي اعمل ليفتنج للايه المنطقه ديت، سواء هستخدم فيلر زي مع البيشنت ديت هنا في منطقه التشيكس، فبدات ان هي ترفع كل المنطقه اللي هنا ديت، وحتى ايفن بدات تعمل تحسن في المنطقه بتاعه التير تراف. تمام. فحسنت شكل الوش بشكل ايه كامل. حلو. او حتى بالخيوط ان انا اشد برده كل الكلام ده في الاتجاه دوت. اختيار الفرق ما بين الفيلرز والخيوط بيعتمد على الحاله نفسها، هل هي وشها ممتلئ في الاساس فمفيش مجال تاني ان انا احقن فيلرز تاني، او ان انا الى حد كبير لا الوش بتاعها فاضي او فارغ، او الى حد ما فقط جزء كبير من الانسجه بتاعته زي المثال اللي احنا شايفينه قدامنا دوت، فانا هبدا او هفضل ان انا اضرب عصفورين بحجر واحقق امتلاء وشده في نفس التوقيت بالفيلرز مثلا. تمام. فالاختيار ده هيختلف على حسب البيشنت من بيشنت للتانيه، بس زي ما احنا شايفين كده الجزء بتاع الميد واللور فيس شكله اتظبط جدا كمان، ودي حاجه بقى يمكن مش باينه قوي زي بقيه الحاجات، بس الكونتور كمان بتاع المنطقه بتاعه الخد بقى افضل كتير. الفلاتننج اللي كان موجود في المنطقه بتاعه الميديال تشيك هنا ديت اتحسنت بشكل ملحوظ جدا، وده ادى شكل بشكل عام للبيشنت ماتش بيتر وماتش يونجر. طبعا زي ما اتفقنا up to certain limits، يعني احنا بنقف عند ليميتيشنز معينه، هي دي اللي اللي بتحدد معانا الموضوع. طبعا الفكره بقى كلها ان انا بالنسبه لي مثلا في حاجات زي ما اتفقنا بقى بتفرق من بيشنت للتاني، يعني مثلا زي مثلا الجو لاين، الفيميل هنا بيبقى هدفي الاساسي فيها ايه؟ ان انا اخلي الجو لاين شارب مش وايد، زي ما احنا شايفين في الحاله دي. شايفين هنا الحقن تم ازاي؟ لو جينا خدنا بالنا هنا البيشنت كان في الصوره الشمال ديت اللي هي البيفور، كان الجو لاين تقريبا مش باين، كله داخل على بعضه وداخل على النك ومش باين اي ملامح ليه. لما جينا حقنا، الحقن هنا بالفيلر تركز في المنطقه اللي هي خلف البون بتاعت الفيرتيكال ريمس وتحت البون بتاعت الهوريزونتال ريمس، مش جنبهم علشان الموضوع ما يعرضش. ومن ناحيه تانية الدكتور راعى جدا وهو بيحقن ان هو يبتدي يتفائي او يزود الانجل ديت، يخليها ماتش وايدر. زي ما احنا شايفين الانجل دي بقت وايدر ازاي، شايفين بقت اوبن ازاي. كويس. لا غير هنا. كويس. غير يعني بيفور ما كانش اوبن ووايد قوي زي ما بقت افتر، فده ادى شكل مور فيميناين. ده تفضيل شخصي ما بين حد والتاني، يعني في ناس ممكن ما يبقوش بالنسبه لهم القصه بتاعت الجو لاين دي ازمه خالص. نفس الكلام بينطبق على الجزئيه بتاعت مثلا حاجه زي التشين ديمبل اللي هي طابع الحسن في الدقن، ده في ناس بتحبه وناس ما بتحبوش. الاشكال المختلفه بتاعت الشفايف، كل واحد وليه تفضيل مختلف لشكل شفايفه، ما بيبقاش كله زي بعضه. تمام. الشكل بتاع النوز بشكل عام، كل دي فروق فرديه. تمام. ممكن ناس تحب فيها حاجات وناس ما تحبش فيها حاجات. فبالنسبه للجزء بتاع الميد واللور فيس ده في فروق كتير على حسب البيشنت، بس زي ما اتفقنا انا كده لما تيجي البيشنت تتكلم معايا وتقول لي هي محتاجه ايه، لازم انا احط اللي هي محتاجاه ده تحت المظله بتاعه الحدود الطبيعيه اللي بنتكلم فيها. فهنا الدكتور لما جه حقن هو اداها الشكل الشارب بتاع الجو لاين المطلوب، بس في نفس الوقت من غير ما يعمل لها ماسكولينايزيشن او ان هو يقلب معاها شكل الوش بشكل عام لشكل الميل. تمام. وهو ده المطلوب. في حين ان انا بالنسبه للميل بقى شايفين كده الصوره البيفور شكل الجو لاين كان عامل ازاي والتشن كانت عامله ازاي، ومقارنه بالشكل الافتر بقى الجو لاين وايدر بشكل ملحوظ. المنطقه اللي عند الانجل اوف ذا ماندبل دي بقى وايدر جدا.
الانجل اوف ذا ماندبل بقى مور شارب، بقى 90 ديجريز الى حد كبير او اقرب لل 90 ديجريز، والتشين بقت مور وايد. تمام؟ يعني من الاخر العرض العام بتاع المنطقه بتاعت اللور فيس كله زاد. تمام؟ المساحه ما بين الادج اليمين للادج الشمال كلها زادت، سواء على الجانب بتاع الانجل اوف ذا ماندبل او على الجانب بتاع التشين. وهو ده المطلوب لما اجي اشتغل على حاله ميل. ما بيبقاش هدفي الاول والاساسي وان انا اديله بس شارب ايدج او شارب جو لاين. ماشي، ده اكيد طبعا هدف من اهدافي، بس بيبقى الهدف الاساسي ان انا اخليه وايدر علشان يبقى مور ماسكلاين. فبيبقى الشكل ده بيدي ماتش بيتر لوك للميل، او بيقربه اكتر للمور ماسكلاين لوك. تمام؟ فده بيبقى الهدف بتاعي في الاساس. نفس الكلام بالنسبه للتشيكس. في الفيميل هيبقى هدفي بقى ان انا لما اجي احقن التشيكس، تمام، اديها ويدث شويه. يعني لو جينا شفنا كده الصوره البيفور اللي هي على الشمال، هنلاقي ان التشيكس هنا الويدث بتاعها اقل بشكل ملحوظ من الصوره اليمين ديت. وهنا كمان انا استفدت من ان انا حققت كمان البيوتي كيرف او الاو جي كيرف اللي كنا بنتكلم فيه، اللي هو الاس شيب كيرف اللي ما كانش واضح قوي هنا. شايفين الكيرفتشر بتاع الزيجوما او الابر تشيك معانا هنا ما كانش بارز قوي، فما كانش مدي فرصه للكيرفتشر بتاع الميد تشيك هنا ان هو يظهر بشكل واضح ويديني الكيرف او الاس شيب كيرفتشر اللي محتاجينه من شكل الوش. بس بعد ما احنا حققنا هنا في التشيكس الويدث الزياده دوت ادى مور فيمينان لوك، وخلى الشكل الوش انفيرتد تريانجل بشكل اكبر الى حد ما، وفي نفس الوقت اداني شكل افضل للبيوتي كيرف هنا، واداني في الحته بتاعت الميد شيك ديت كونكافيتي كده بسيطه، خلاها الى حد ما شكلها الطف ومور بيوتيفul. تمام كده؟ او مور فيميناين وشكلها اليق كتير. طبعا هي الكونكافيتي ديت بتبقى موجوده في الميل والفيميل على حد سواء، بس الفكره ان السورس اوف كونكافيتي في الفيميل بيبقى نابع من المنطقه او الويدث بتاع المنطقه بتاعت التشيكس، انما في الميل بيبقى نابع اكتر من الويدث الزياده اللي بيبقى موجود في المنطقه بتاعت الايه، بتاعت الجو لاين. بس هي في كل الاحوال بيبقى ده شكل جمالي مطلوب بشكل كبير جدا. طيب احنا بالنسبه لنا كل الكلام ده متركز اكتر على الحقن بتاعنا بالايه، بالفيلرز. ولكن انا طبعا ممكن ان انا اشتغل على الجزئيه بتاعه الميد واللور فيس عن طريق الثريدز، زي الحاله اللي قدامنا دي كده. لو جينا بصينا كده على الشمال هنلاقي الصوره البيفور بتاعتنا. الحاله ديت فيها مايل تو مودريت ساجنج، يعني هي حاله مش اولد ايج قوي، ميد ايج او ميدل ايج الى حد ما، وبدا يحصل عندها ساجنج بسيط في المنطقه بتاعه الايه، النيزوليبيال فولدز، الانجل اوف ذا ماوث، الماريونيت لاينز، والجو لاين بشكل عام. طبعا هنا اما جينا اشتغلنا على المنطقه بتاعت الميد واللور فيس ديت، بدا ان هو يعدل كل المشاكل دي. ليه؟ عشان احنا بدانا نعمل ابر سيتنج بوينت للايه، الانكرنج او الشده بتاعه الوش، عن طريق ان احنا خلينا الخيوط سحبت الانسجه دي معاها للهاير ليفل اللي احنا محتاجينه، وثبتتها في المكان ده. فبدانا ان احنا نشوف تحسن بشكل كبير جدا في المنطقه بتاعت النيزوليبيال فولد. حتى الانجل اوف ذا ماوث رفع معانا بشكل واضح، الماريونيت لاينز بقى شكلها افضل، الجو لاين بقى فيري شارب. وده معناه ان انا ممكن ان انا اعمل شاربنج للجو لاين بتاعي من غير فيلر. انا ممكن يبقى البيشنت مشكلتها كلها تهدل في الجلد بتاع الوش، فانا ممكن بمنتهى البساطه ان انا اشتغل بخيوط هي اللي تعمل لي شاربنج للجو لاين. بس لازم علشان اقدر احقق ده لازم اكون شغال بشكل صح، يعني لازم ابقى عارف انا محتاج اخش منين وهوصل لفين، والحركه اللي انا هتحركها او الشده بتاعتي اللي انا هشدها في الاتجاه ده هتديني نتيجه شكلها ايه، عشان خاطر في النهايه يبقى النتيجه الكليه بتاعتي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام؟ زي ما احنا شايفين كده، شايفين الجو لاين شكله عامل ازاي هنا. تمام؟ هنا بدا يحصل باين جدا في الجزء اللي انا بشاور عليه دلوقتي دوت، اللي هو الموجود عند الجو لاين في الجزء اللاترال هنا ده. تمام؟ الجزء ده باين عليه جدا ان هو حصل فيه ترهل بشكل واضح، وده خلى الانجل اوف ذا ماندبل تحسوا ان هي بقت انتيريور ومور شارب او لور شويه عن الطبيعي. كويس؟ طيب وده مش الشكل المفروض ان احنا ايه يبقى هو ده الشكل المفروض معانا. وكمان بقى الجو لاين نفسه فيه نازل وطالع، يعني بقى متعرج، ما بقاش كله سموث او شارب زي ما احنا المفروض بتبقى متعودين عليه. طبعا هنا مع الشد بتاع الخيوط
ده حسن معايا المنطقه بتاعت الجو لاين دي بشكل واضح جدا، عن طريق ان احنا بدانا ناخد الانسجه اللي كانت نازله هنا ديت، تمام، بدانا ان احنا نرفعها للجزء اللي موجود هنا ده. كويس. فبدانا ان احنا نشوف من القصه ديت شاربر جو لاين، نتخلص من الجلد اللي كان متجمع في المنطقه ديت ونبتدي نرجعه للمكان الاصلي بتاعه. طبعا الكلام ده زي ما انتم شايفين الفرق ما بين الصوره والبيفور والافتر مش باين اصلا احنا كنا شغالين فين، بس هي الفكره كلها ان الكلام ده ممكن ما يظهرش اصلا بالدرجه الكامله ديت غير بعد شهور من الحقن واكتمال النتيجه وتكون الكولاجين اللي بيحصل مع الخيوط. وعشان كده ممكن يبقى احنا بالنسبه لنا عمليه الهيلينج اكتملت بشكل كامل، وما يبقاش فيه اي اثار باي شكل من الاشكال للمكان اللي احنا استندنا عليه او ان احنا اشتغلنا فيه بالخيوط. طيب، بشكركم جدا على متابعتكم ليا واستماعكم ليا، وشرفتونا في اول يوم من ايام المؤتمر بتاعنا، وانا هكون معاكم خلال ال10 دقائق ربع ساعه اللي جايين. لو في عندكم اي اسئله بخصوص الموضوع اللي احنا اتكلمنا عليه هجاوبكم عليها كلها ان شاء الله. الكورس القادم ان شاء الله يوم 7 ديسمبر باذن الله يا جماعه. امتى او when do I use threads instead of fillers؟ امتى استخدم الخيوط مكان بدل الفيلرز؟ الفيلرز والخيوط يعتبروا اداتين انترتشينجبل، يعني انا ببتدي ان انا استخدم واحد فيهم بدل التاني احيانا، بس دايما ممكن هتلاقي في حالات معينه ابتدي ارجح فيها استخدام الخيوط عن الفيلرز، او العكس. ازاي؟ لو البيشنت جايالي عندها فول فيس، يعني وشها اصلا ممتلئ، يعني في كميه انسجه كبيره ووشها الى حد ما راوندد، كويس، في هذه الحاله انا ببقى متوجه اكتر ناحيه الخيوط. ليه؟ علشان من ناحيه ما عنديش مساحه قوي احط فيها حجم زياده، ومن ناحيه تانية انا ما بيبقى عندي كمان القابليه او النتيجه بتاعت الخيوط بتبقى افضل، لان كل ما كان الانسجه المحيطه بالخيوط اكتر كل ما كان السايد افكت بتاعت حقن الخيوط اقل، وكل ما كان القابليه لتكوين كولاجين اكتر اعلى. تمام؟ طيب، في حين ان انا لو الوش عندي فارغ بيبقى غالبا الجلد رفيع جدا، فده بيخلي نتائج الخيوط مش افضل حاجه. في المقابل بقى انا كده كده محتاج املى الفراغ اللي حصل في الوش ده، فبالتالي بفضل ان انا احقن بالفيلرز في البدايه. طبعا مفيش مانع ابدا ان انا ابدا باداه منهم وبعدين اكمل بالثانيه لو البيشنت لسه محتاجه. تمام؟ بس اللي بتكلم فيه ان انا حدي تفضيل لواحده فيهم عن الثانيه بناء على هذه على هذه المقاييس يعني. طيب، هنبتدي التكنيك بتاع الثريدز. التكنيك بتاع الثريدز يا جماعه بسيط، يعني احنا عاده بنتكلم على السنجل نيدل ثريدز. التكنيك بتاعها بيبقى عباره ان انا ببتدي ان انا احقن في المكان بتاع الانتري بتاعي لوكال انستيزيا، وبعدين ببتدي افتح بتروكر السن بتاعي مكان ما بخش بالكانيولا بتاعتي بتاعه الخيوط. طبعا اللي جاي بقى اللي انا هتكلم فيه ده بيختلف من دكتور للتاني. في ناس تكتفي بده وتبتدي تحقن الخيط على طول. تمام؟ انا شخصيا بفضل ان انا احقن كانيولا فيلر المسار بتاع الخيط كله بنج. تمام؟ ليه؟ لان الانكرنج او عمليه التماسك اللي بتحصل ما بين الخيط وما بين الانسجه دي ممكن تبقى مؤلمه شويه، وخصوصا اثناء الحقن، وانا بحتاج اشد على الخيط، فالكلام ده ممكن يبقى مؤلم بالنسبه للبيشنت. فبفضل ان انا ابقى البيشنت قاعده مستريحه ومتبنجه معايا، تمام، ومش حاسه بيا، فانا بقوم داخل بالكانيولا على نفس الدبث اللي هو بيبقى عباره عن ميد دبث انجكشن، نفس الدبث اللي بحقن فيه الخيوط. حلو، اخش ابنج المنطقه دي كلها، المسار بتاع الخيط كله بالنسبه لي يبقى متبنج، البيشنت مش حاسه بيه، وبعدين بعد كده ابتدي اخش بالخيط بتاعي. ودايما برضو انا بفضل ان انا اخش من اللاترال بوينتس مش الميديال بوينتس. يعني في ناس تحب تخش ميديالي، في ناس تحب تخش لاترالي، انا بفضل اخش لاترالي. تمام؟ لان لاترالي ديت بيبقى الى حد ما متداريه اكتر في ستراكشرز ثانيه في ورا، ما تبقاش باينه قوي، ما تبقاش في نص الوش، وبيبقى يعني امكانيه الشد فيها افضل، وممكن يبقى عندي انكرنج بوينتس فيها احسن شويه. تمام؟
فده بالنسبه للتكنيك العام. طبعا بعد ما بحقن الخيط بتاعي ببتدي اشد عليه بحيث ان انا اقصر المسافه شويه ما بين الستارت والاند بوينت بتاعتي، وبعدين ببتدي اقص الخيط. انا واحد من الناس اللي ما بتربطش الخيوط خالص، ببتدي اقص الخيط بعد ما اتاكد ان هو تمام واتشد كويس جدا، واسيبه في مكانه وادي انستراكشنز كويسه للبيشنت عشان ما تفقدش الانكرنج اللي هي حصل من الخيوط. تمام. How long the threads take till we see the final results؟ هتاخد وقت قد ايه لغايه ما اشوف النتائج النهائيه؟ الموضوع ده بيتراوح بين 3 ل 6 شهور لغايه ما تكون الكولاجين اللي بيحصل مكان الخيط يكتمل بشكل كامل. كيف اخد مقاسات واحدد اين احقن؟ طيب هاخد مقاسات دي بالتقريب، يعني بمعنى اصح انا بالنسبه لي المقاسات بتاعت الوش انا مش هستخدم، في ناس بتستخدم مسطره يعني، بس الفكره كلها ان انا لو في فرق مثلا 3 4 مللي مش هتفرق بالنسبه لي كتير، اهم حاجه يبقى الشكل العام بالعين المجرده ده هو ده المطلوب. وبناء عليه لو انا بالنسبه لي في يعني فروق واضحه او حاجات شكلها يعني مختلف بشكل كبير عن المقاسات اللي احنا حددناها مع بعض عن الطبيعي كويس عند البيشنت، في هذه الحاله هبتدي اشوف انا الديفكت عندي موجود فين، واحدد انا على هذا الاساس هحقن فين. يعني بمعنى لو انا عندي اللور سيرد ده لقيته قصير قوي، يبقى انا في هذه الحاله محتاج احقن التشين عشان اطولها شويه. لو لقيت ان انا عندي الخمس اللي هو اللاترال ده لا شكله اقل كتير جدا في التشيكس من بقيه الخمسين التانيين، لا ابتدي احقن تشيكس مثلا على حسب الشكل العام والرسمه العامه بتاعه الوش. لو فيميل وشكلها وشها مش تريانجلر قوي هبتدي ان انا احقن تشيكس عندها. تمام. لو هو ميل وشكله مش ريكتانجلر قوي هبتدي ان انا احقن الجو لاين وهكذا. تمام. الخطوط الرفيعه في الجبهه ستاتيك لاينز بحقنها فيلر ولا ايه، وسطحي ولا عميق؟ هي دي منطقه من اخطر المناطق اللي احنا بنبتدي نعتمد عليها في الحقن، او بنبتدي ممكن نحقنها فيلر. هي بتتحقن طبعا فيلر، يعني في ناس كتير بتحقنها. انا شخصيا واحد من الناس اللي بخاف منها وبفضل ان انا استخدم بدائل تانية، لان المنطقه ديت فيها بلاد فيسلز كتير نسبيا، والبلاد فيسلز دي بتغذي فيتال ستراكشرز زي ممكن يبقى ليها برانشز راح الانتيرو شيمبر اوف ذا اي وحاجات زي كده، فانا بقلق منها شويه. بس لو انا هحقن يعني في الفور هيد فوق شويه ممكن، بس في هذه الحاله باخد بالي كويس قوي، لازم احقن سوبرفيشال، دي اول نقطه. والنقطه الثانيه لازم تبقى بكانيولا، ومش اي كانيولا، لازم تبقى وايد كانيولا، يعني لازم تبقى مقاس مثلا 22 ولا حاجه، يعني وايد شويه علشان خاطر بقدر الامكان اتفادى الايه المشاكل اللي ممكن تحصل من الحقن بشكل عام. اقدر احدد سيفتي ثانيه، انا مش شايف ازاي اقدر احدد سيفتي وانا لا تعمل الخيوط، خصوصا ان الفيس غني بالاعصاب؟ بصوا يا جماعه، الخيوط تعتبر الى حد ما من البروسيدرز اللي بنعتبرها سيف. ليه؟ لان الخيوط بتتحقن عاده، خيوط الشد بالذات بتتحقن بكانيولا، والكانيولا صعب جدا ان هي تعور او تقطع فيتال ستراكشر سواء عصب او جلاند. تمام. فبالتالي انا مبقاش قلقان قوي وانا شغال يعني وانا داخل بشتغل بالايه بالخيط بتاعي كوني شغال بكانيولا، لدرجه ان في ناس من اللي بتعمل اصلا سكار سبسيجن او تسليك الندبات تحب تخش بايه بالكانيولا علشان خاطر يبقى الموضوع امن. فبالتالي ده يعني دي حاجه من الحاجات اللي هي بتبقى ما فيهاش مشكله او ما تقلقنيش كتير. كويس. فمفيش مشكله او مفيش داعي ان انا اقلق بشكل ملحوظ من القصه بتاعه الحقن الخيوط او الفيتال ستراكشرز اللي انا ممكن اخبطها في حقن الخيوط، نتيجه ان كده كده بالنسبه لي الجزئيه بتاعه الكانيولا ديت بتبقى مأمناني بقدر كبير يعني. عايز حاله عملي وحضرتك تشتغلها، امتى اشتغل مونو؟ طيب مفيش مشكله طبعا، لو عايزين حاله عملي احنا ممكن ان احنا نبتدي نظبط باذن الله ورك شوب كده لحاله ان شاء الله. برضو ممكن ان احنا نظبطها، احنا كده كده عندنا في ورك شوب ان شاء الله اخر يوم، فممكن ان احنا نظبط برضو حاله في اخر يوم في الكورس باذن الله نبقى تبقى موجوده ونحقنها اوريها لكم عملي معاكم على الطبيعه يعني. تمام.
امتى اشتغل مونو؟ اشتغل مونو في حالات ان انا لو عايز اعمل نضاره. كويس. اشتغل مونو في حالات لو انا عايز اعمل نضاره، يعني بمعنى الخيوط المونو بتشتغل معايا على حته ان هي تحفز نمو الكولاجين وتزود الدوره الدمويه للجلد، فهي بتبقى خيوط نضاره في الاساس. ممكن اشتغل بيها على الفاين رينكلز، مفيش مشكله خالص، تعمل لي تايتنينج شويه للمنطقه ديت في الجلد، بس هي كده كده التاثير بتاعها سطحي جدا، فبالتالي انا ببقى التارجتنج بيها الطبقات السطحيه بتاعت الجلد، فهي موجهه اكتر للنضاره وموجهه اكتر للتايتنس وموجهه اكتر للرينكلز والكلام ده كله. هل تفضل العمل بالخيوط او الفيلر كون النتيجه بتاع الخيوط تدوم فتره اطول وكون الفيلر تقدر تعمل بيه كتكمله للنتيجه اللي تعطيها الخيوط؟ طبعا زي ما كنت بقول دلوقتي الاثنين يعتبروا بدايل، بمعنى ان انا مش هفضل واحد فيهم على الثاني. هي من الحاجات الكويسه ان انا يبقى عندي اكتر من اداه، اكتر من تول اقدر ان انا اوظفها بناء على البيشنت نفسه. ما هو انا مش كل الناس هيجوا لي الحاله الامثل للفيلر، ومش كل الناس هتبقى هي الحاله الامثل للخيوط، لا احيانا هيبقى الوضع كده واحيانا هيبقى الوضع كده. فبالنسبه لي لو انا اختياري للخيوط هيبقى افضل كبدايه بالنسبه للبيشنت، كون ان وشها مثلا ممتلئ هبدا بالخيوط وممكن اكمل بالفيلر برضو على فكره عادي. طيب لو انا بالنسبه لي الوضع لا انا عندي الوش بالنسبه للبيشنت فاضي هبدا بالفيلر وممكن اكمل برضو بالخيوط عادي. فالموضوع هيختلف، يعني ما افضلش حاجه فيهم بشكل مطلق على حسب الحاله اللي قدامي، وده الاهم. يعني لازم برضو بالنسبه للدكاتره بشكل عام يبقى هم بالنسبه لهم عندهم استعداد يكستمايز او يفصل علاج لكل بيشنت. ازاي احدد عدد الفيلر سيرنج للعميله من اول مقابله وتقييم الحاله؟ طبعا ده صعب جدا ومحتاج خبره طويله شويه. تمام. احنا عاده بيبقى عندنا متوسطات وبتفرق من حاله للتانيه. كويس. القصه ديت محتاجه ان تقعد تشوف حالات وتشوف كل حاله خدت تقريبا قد ايه، وحتى الدكاتره اللي هم بقى لهم فتره شغالين لغايه يعني لغايه ما الوقت اللي احنا بنتكلم فيه دوت هم بييجوا يحددوا مع البيشنت، ما بيبقاش تقييم دقيق 100%، هم بيتكلموا مع البيشنت في رقم تقريبي. تمام. يعني بمعنى ان لو البيشنت هم شايفين او محددين ان هي محتاجه مثلا 4 حقن بيقولوا لها 5 او 6، ليه؟ عشان يبقوا في السيف سايد. يا تاخد الاربعه وتبقى الدنيا بالنسبه لها طبعا خلاص هتبقى مبسوطه منك جدا، يا اما خدت الخمسه او السته تبقى عامله حسابها برضه على القصه دي. تمام. انما صعب جدا جدا يحصل تحديد دقيق للكميه بتاعت الحاله من يعني بشكل بدون ما نشتغل، يعني من غير ما نقدر ان احنا نبدا معاها اوريدي حق. عاده احنا بنعتمد بشكل دقيق بقى على ان احنا نحقن ونشوف الاخبار ايه، بس مع الخبره والعمل هتبتدي ان انت يبقى عندك فكره مبدئيه انت محتاج البيشنت دي محتاجه تقريبا قد ايه. تمام. ف يعني ممكن اللي احنا نقدر نقوله ان احنا عاده المناطق مثلا زي التشيكس والجو لاين دي بتحتاج كميات كبيره، يعني احنا بنبدا مثلا من اول 3 او 4 حقن لغايه ممكن نوصل ل 6 7 8. تمام. وفي دكاتره بيحقنوا اكتر من كده كمان. فده ممكن كبدايه كده نبتدي نتكلم عليها بشكل رفلي يعني، بس هي تفرق من حاله للتانيه بشكل كبير جدا. امتى اشتغل سكرو؟ السكرو ثريدز ديت موجهه للفوليوم اكتر. تمام. يعني ايه؟ يعني هي معموله سكرو كده عشان تزود السيرفيس اريا بتاعه الخيط، فالسيرفيس اريا ديت تبتدي ان هي تزود كولاجين اكتر فتملى لي منطقه. فانا بعتمد على السكرو ثريدز اكتر في الاماكن الغائره او الاماكن العميقه زي الستاتيك لاينز مثلا او النيزوليبيال فولدز او الكلام ده كله، او الريتايدز مثلا بتاعه السموكرز لاينز اللي حوالين الفم. السكرو ثريدز في الحالات اللي زي كده فعلا بتبقى النتائج بتاعتها كويسه قوي طبعا على المدى، يعني هي بتاخد لها حوالي مثلا 3 شهور ولا حاجه على ما النتيجه بتاعتها تبتدي تبان بشكل واضح، بس فعلا بتملى الاماكن دي بشكل كويس جدا، وممكن نعملها جلسه واحده او اكتر من جلسه على حسب ما البيشنت تحتاج. لو الحاله عندها دبل تشين كيف نبدا معاها لو حابه تحدد اللاين؟ بصوا بقى ده يعني مجال واسع شويتين. ليه؟ لان ده هيفرق على حسب الدبل تشين ده اصلا هو سببه ايه. يعني لو هو فاتي دبل تشين انا بفضل ان البيشنت تعمل لايبوليسيس الاول او تعمل لايبوسكشن او تعمل فيزر او حاجه من الحاجات دي تخلص من الفاتس اللي موجوده في المنطقه دي الاول، وبعدين بعد كده نبتدي ان احنا نشتغل معاها بقى، سواء ان احنا نبتدي نعمل تايتنينج عن طريق مثلا الخيوط او ان احنا نبتدي نعمل جو لاين ديفينيشن عن طريق الفيلر. تمام. فده هيفرق كويس. في انواع دبل تشين بتبقى جاست ريدندنت سكين او جاست مايلد فاتي اليمنت، فالمايلد فاتي اليمنت دي ممكن ان انا اخبيها بالجو لاين ديفينيشن.
الحاجات اللي هي ريدندنت سكين بس، هبتدي ان انا ابقى دايركتد اكتر ان انا عايز اعمل لها تايتنج بالخيوط. فالموضوع هيفرق على حسب الحاله او الشكل بتاع البيشنت اللي داخله لي بيه. طبعا لو انا عندي حاجه مايلد مثلا تو مودريت برضو، والبيشنت مش عايزه تعمل حاجه حقن وكلام زي كده، في حاجات تانية زي الهايفو مثلا دلوقتي موجوده عندنا بشكل يعني لطيف جدا. وفي حاجات تانية بدات تظهر زي الفراكشنال مايكرو نيدلينج ار اف، زي بعض انواع الليزر، بعض انواع الدايود ليزر اللي بقت موجوده دلوقتي عشان تعمل تايتنج للجلد، حاجات من النوعيه ديت. فممكن اشتغل معاها باجهزه لو هي حابه يعني. احيانا بعد حقن الفيلر تحت العيون عند المرضى صغار السن يكون المنظر فيك ومش طبيعي، شو ممكن يكون السبب؟ بيبقى الاساس في الماده وتكنيك الحقن. انا عشان احقن تير تراف، بالذات لو انا هحقن في حد سنه صغير، فانا هحقن سوبرفيشال، لازم تكون الماده عندي خفيفه جدا، ما ينفعش احقن ماده تقيله خالص، فالموضوع ممكن يكلكع. تمام. فلو حقنت ماده خفيفه هتبقى مفيش كلكعه كتير. زائد بقى ان انا وانا بحقن لازم ابقى بحقن بشكل يعني متقطع، بمعنى ان اما اجي اخش بحقن بلاب واشوف جنبها اخبارها ايه وادلك واخرج، حتى لو انا ما كملتش، يعني مش لازم ان انا اكمل من شكه واحده. تمام. انا بخش بالكانيولا بتاعتي، احط شويه واخرج وادلك واشوف الاخبار ايه، وبعدين اخش تاني ابتدي اكمل تاني لغايه ما اوصل دايما ل 80% كوركشن. بلاش اعمل فول كوركشن من اول جلسه. تمام. علشان خاطر يبقى الدنيا بالنسبه لي شكلها ناتشرال، ما يعملش معايا ايه دي زياده وما يكلكعش معايا. امتى الخيط يعمل فايبروزس في المكان او بعد فتره الناس بتيجي تشتكي الخيط موجود او عمل مشاكل؟ بصوا يا جماعه، مفيش حاجه اسمها الخيط يعمل فايبروزس. هو انا اصلا معتمد على الفايبروزس من الخيط، يعني هو انا اساسا بحقن الخيط عشان يعمل فايبروزس، فهو طبيعي جدا هيتكون فايبرس تيشو اراوند الخيط، وهو ده اساسا اللي بيعتمد عليه النتيجه النهائيه بتاعه الخيط، وهو ده اللي بيخلي الخيط يستمر فتره طويله. الخيط عاده بيدوب خلال فتره مثلا حوالي 6 شهور، انما هو بيكمل معايا اصلا سنه ونص ولا زياده، علشان خاطر هو اساسا عمل فايبروس تيشو، ده هو اللي مكمل. طبعا البيشنت بيشتكي ان الخيط موجود، طبعا بعد فتره الخيط ممكن يبقى موجود تحت الجلد 6 شهور ولسه بيوجعها، ودي حاجه كويسه، لان معنى ان هو بيوجعها ان في انفلاميشن شغال، فايبرس تيشو فورميشن شغال، ودي حاجه كويسه، معناها ان الموضوع لسه مستمر. ف... فطبعا دي حاجه لطيفه جدا، يعني انا ما تضايقنيش خالص، بالعكس بطمن البيشنت وخلاص والموضوع تمام. بس هو طبيعي هيبقى فيه فايبروزس، وعشان كده انا دايما بنصح لو البيشنت هي ناويه تعمل فيس ليفت سيرجري في وقت من الاوقات، بلاش تعمل خيوط خالص، يعني بلاش الخيوط، عشان الخيوط هتعمل فايبرس تيشو وده هيصعب المهم على الجراح. تمام. انما لو هي ما عندهاش اصلا ان هي تعمل اي فيس ليفت سيرجري وبتخاف من السيرجري مثلا مش تعملها، يبقى نشتغل خيوط، وكده كده الخيوط هتعمل فايبرس تيشو، ده اساسي، ما هو الكولاجين ده فايبرس تيشو يا جماعه. طيب دكتور، كيف احدد عدد السيرنج اللي محتاجها العميله؟ زي ما كنت لسه بقول، ده هيختلف من حد للتاني وعلى حسب المكان والمنطقه والحاله اللي جايه بيها البيشنت، فهتختلف بشكل كبير، محتاجه يعني ممارسه وخبره الى حد ما. ينفع احقن ستاتيك لاينز بالبروفايل؟ وطبعا ينفع جدا، وبالعكس حاجه من الحاجات اللي بتجيب نتيجه كويسه جدا جدا جدا، بس غالبا ما بتبقاش جلسه واحده. يعني البيشنت غالبا بالبروفايل بتبقى محتاجه مثلا جلسه كل من شهر ل3 شهور، وممكن تاخد لها مثلا 3 4 جلسات عشان خاطر النتيجه تبان بشكل واضح. How long the Botox should last only 2 or 3 months؟ بصوا يا جماعه، الموضوع ده اختلف دلوقتي شويه لاكتر من سبب في الحقيقه. اولا بسبب اختلاف التركيب اللي حصل في البوتوكس. زمان كان البوتوكس بيتركب بشكل مختلف شويه، كان البوتوكس اللي هو الباودر ده اللي هو مش الغازي كان بيبقى محطوط على البومين، وده كان بيخلي ككارير الالبومين اقوى شويه. اي نعم كان بيبقى الالرجي بتاعته اعلى والديفيوجن اعلى، بس المشكله ان هو كان، او الميزه ان هو كان بيعمل يعني بيوصل البوتوكس لمكانه بشكل اكثر فعاليه، وده كان بيخليه اكثر قوه واكثر ديوريشن. الانواع الجديده خلت الموضوع مش هيت ستيبل قوي، والدليفري بتاعها مش افضل حاجه، فما بقاش نفس الافيكاسي، وده ما بيخليهاش يقعد فتره طويله. احنا عاده دلوقتي بقينا بنشوف حالات كتير جدا من 3 ل 6 شهور كحد اقصى، تمام، بالانواع الجديده بتاعه البوتوكس الجديده. طيب ايه الميزه بتاعه الانواع الجديده طالما هي كده؟ الميزه ان هي اقل بكتير جدا في الاعراض الجانبيه، يعني الديفيوجن والالرجي منها بقى اقل بنسب ملحوظه بشكل واضح. تمام. فبالتالي بقينا بنفضلها ايفن حتى لو الديوريشن بتاعتها تبقى اقل. ايه رايك السكالبترا حاجه من الحاجات الترندنج الكويسه جدا جدا دلوقتي. البولي لاكتيك اسيد بشكل عام حاجه من الحاجات اللي سكين بوستنج كويسه قوي، وبيجيب نتيجه مش بطاله، والديوريشن بتاعته حلو قوي. جو لاين الوحيد كوج
لا، هو انا ممكن اعمل الجو لاين عادي مثلا بخيوط مونو او بسكرو او كده يعني، مو بس وممكن طبعا بالفيلر زي ما اتفقنا، يعني عايز تعمليه كوج تمام، عايز تعمليه فيلر تمام، يعني على حسب. تمام، فعلى حسب الحاله وعلى حسب اختياركم للاداه وعلى حسب الكلام ده كله. هل في ريدندنسي؟ ما هو ممكن يكون البيشنت جاي اصلا عايزه الجو لاين دوت، هي يونج ايج بس هي مش ديفايند، ما عندهاش ريدندنسي، ما عندهاش ترهل في الجلد، بس هي دي ما عندهاش ديفينيشن قوي، فبالتالي ممكن ان انا اعمل لها فيلر، مش لازم ابدا كوج يعني، هي على حسب الحاله. حضرتك قلت لو الانسجه زياده ما ينفعش فيلر، يعني لو الوش ممتلئ، هو انا ما قلتش ما ينفعش، انا قلت لا، هفضل ان انا اشتغل بالخيوط. تمام، يعني هفضل ان انا ابدا بالخيوط لو الوش ممتلئ وفي انسجه كتير، هفضل ان انا ابدا بالخيوط، هتبقى اوقع واكثر يعني تناسقا وتناسبا مع البيشنت. بس مش ما ينفعش فيلر، ينفع طبعا عادي مفيش مشكله يعني هو هينفع، بس مش هيبقى مديني نفس الايه يعني البراح اللي انا ممكن اخده مع مثلا حاجه زي الخيوط، النتيجه النهائيه والكلام ده كله. ينفع اشتغل سكرو في ايه؟ ما هو ينفع اشتغل سكرو ديت لازم يبقى في حاله معينه اقدر اقول لك دي ينفع تشتغل فيها سكرو، فهتختلف من حاله للحاله الثانيه. تمام، يعني على حسب انت بتتكلم على ايه بالظبط، وايه اللي في الحاله محتاج يتظبط شكلها، الكلام ده كله. لو واحده كانت حقن فيلر دايم وعامل كلاكيع شويه بسيطه وحقناها هايرونيديز، ينفع احقن فيلر تاني بعدها ولا علاجها ايه؟ اولا لو هو فيلر دائم الهايرونيديز مش هيدوبه، ده نمره واحد. الهايرونيديز ما بيدوبش غير الهيرونيك اسيد بيزد فيلرز، والهيرونيك اسيد بيزد فيلرز ما هياش دائمه. تمام. طيب، دي نقطه. النقطه الثانيه، انا بالنسبه لي طالما عامله كلاكيع وهو فيلر دائم، ما قدامهاش حل غير ان هي لو عايز تتخلص من الكلاكيع دي تعمل لها جراحه. كويس، وفي كل الاحوال لو انا حقنت هايرونيديز النهارده، ما ينفعش احقن البيشنت فيلر تاني قبلها باسبوعين، يعني قبل اسبوع لازم اسبوعين على الاقل يكونوا عدوا علشان خاطر الهايرونيديز ما يدوبليش الفيلر اللي انا بحقنه. كويس، بس طالما في حاجه مكلكعه قبل كده، انصح جدا ما نحقنش فيلر تاني عليها، استنى البيشنت تروح تحلها الاول، تروح لجراح بقى تشيلها كلام زي كده وبعدين تجي لنا. نفس الحاله يا فندم، انسجه زياده، ما هو على حسب برضه هحقن السكرو ده فين، ما هو انسجه زياده شكل البيشنت ايه، ما هو وشها ممتلئ، شكل المنطقه، الترهل، شكل الجلد، المنطقه اللي انا عايز احقنها فين ازاي، يعني لازم يبقى في قدامي بيشنت عشان اقدر اقول تنفع سكرو او ما ينفعش. الكلام ده بيبقى مش تقييم عام. السكرو ثريدز هتديني سوبرفيشال تايتنج، هتديني شويه فوليوم، هل انا محتاجه بقى في المكان ده ولا مش محتاجه؟ في حين ان انا بالنسبه لي لو هشتغل فيلر جو لاين مثلا ولا هشتغل فيلر ليفتنج، ولا ما هو الموضوع برضو لازم ابقى انا اشوف الحاله قدامي محتاجه ايه، اقول ده انا ممكن احقنها هنا في الحته دي كذا، اعمل لها كذا، البدايل بتاعت الكلام اللي انا بقوله ده كذا وكذا وكذا، بناء على الحاله دي بالذات. كل حاله بيبقى ليها وضعها الخاص، ف الصورة اللي في مش بيبقى في عندنا. تفضيلات من حاله للتانيه. كويس، زي ما قلت لكم برضو بشكل عام، يعني انا بتكلم هنا لو هستخدم خيوط ليفتنج او فيلر ليفتنج، اللي هو الرفع الشد. تمام كده، خيوط الليفتنج في الحالات اللي وشها ممتلئ هتبقى انسب، ده ما يمنعش ان انا ممكن اعملها فيلر برضو او اكمل بالفيلر بعد الخيوط. في الحالات اللي هي وشها الى حد ما فقد جزء كبير من الانسجه بتاعته وفاضي، تمام، في هذه الحاله هيبقى ابدا بالفيلر اوقع كليفتنج. تمام، كليفتنج فيلر ليفتنج. بس مفيش مانع برضو لو اشتغلت لها بخيوط، وممكن اكمل بالخيوط بعد الفيلر. وشها تخين جدا وعندها دبل تشين، ما هو دي بقى وشها تخين جدا وعندها دبل تشين ديت لازم تتشاف، يعني دي بقت حاله خلاص، انت حضرتك واضح ان بتتكلم على حاله بعينها، مش وضع عام، فحاله بعينها دي كاستمايزبل بقى، زي ما اتفقنا احنا ما عندناش اتنين بيشنتس بياخدوا نفس الخطه العلاجيه، فدي لازم بتتفحص الاول، يتشاف بقى الدنيا عامله ازاي، وعلى هذا الاساس تحدد لها الخطه العلاجيه. هتبدا بايه؟ هل الموضوع فاتي؟ هل مش عارف ايه الكلام ده كله؟ هتبدا بايه؟ ايه الاوقع بالنسبه انت شايف بقى بالنسبه لك الحاله دي؟ حاله لو انا عملت لها مثلا تايتنج للانسجه بتاعت الرقبه هتبقى تمام، ولا في فاتس هتبقى معكساك؟ هي دي القصص بقى، ان انت بالنسبه لك انت بتقيم حالتك بناء على وضعها اللي قدامك دلوقتي، وده بيختلف من حاله للتانيه. ماشي، ما هو ده لو هي، ما خدوا بالكم حالات برضو يعني حاله بعينها وانا عملت جلسات ميزوثيرابي حقن رقبتها والتحسن مش قوي. في الحاله ديت يا جماعه البيشنت، احنا للاسف احنا بنتعامل مع الميزوثيرابي على ان هو ده العلاج السحري. لا، الميزوثيرابي بالذات في تذويب الدهون هو عامل مساعد. يعني ايه عامل مساعد؟ يعني لازم يكون البيشنت بتخس،
يعني لازم تكون هي بتنزل وبتعمل رياضه وبتعمل دايت واوريدي بتنزل في الوزن، وانا بساعدها ان هي تتخلص من المنطقه دي بشكل اسرع. لو هي ما بتعملش كل الكلام ده طبعا عمرها ما هتتحسن، ده اكيد. وانا متاكد ان البيشنت اللي حضرتك بتتكلم عليها ديت هي ما بتتحركش خالص، وهي معتمده على الجلسات بشكل اساسي عشان خاطر تشوف النتيجه بتاعتها. فطبعا هي عمرها ما هتشوف نتيجه من الحق، وبالتالي بيشنت زي كده ولو هي ما عندهاش استعداد ان هي تروح تشوف بقى دايت ورياضه والكلام ده كله، تروح تشفط الدهون اللي موجوده هنا الاول، وبعدين بعد كده تبتدي تتكلم معاها بقى تشوف الموضوع اخباره ايه. تمام، تبتدي تشوف انت تعمل لها ايه بقى، تعمل لها خيوط، تعمل لها هايفو، على حسب بقى الترهل بتاع الجلد اللي فضل بعد كده. بحقن كروز فيت انتراديرمال اور سبكوتينيوس. بصوا يا جماعه، الكروز فيت كبوتوكس يعني انا عايز بس توضيح، الكروز فيت بحقنها كبوتوكس ولا كفيلر؟ طيب بصوا، انا بحقن كروز فيت طالما بحقن بوتوكس او فيلرز في كل الاحوال مفيش، يعني البوتوكس لو اتحقن انتراديرمال ده بقى ميزو بوتوكس مش بوتوكس، والفيلر مفيش فيلر بيتحقن انتراديرمال، لو الفيلر اتحقن انتراديرمال هيكلكع. تمام كده، لازم لو هحقن انتراديرمال بيبقى نون كروس لينكد هيالورونيك اسيد اللي هو السكين بوسترز مش فيلرز، فمفيش فيلرز بتتحقن انتراديرمال اصلا، كله بيبقى سبكوتينيوس. حلو، فانا بالنسبه لي بشتغل بوتوكس سبكوتينيوس وبشتغل فيلر سبكوتينيوس، سوبرفيشال بس سبكوتينيوس. تمام. عمودي قصد حضرتك فيري ديب يعني على البون؟ هو طبعا ممكن، بس انا مش شايف له اي قيمه، يعني ملوش اي فايده، لان السكين بوستر من اسمه سكين بوستر، سكين بوستر. تمام، السكين بوستر ده حاجه موجهه للجلد، فالمفروض ان هو يتحقن في الجلد. كويس، حقنته فيري ديب بقى، هو بعيد جدا جدا، يعني بقى تحت الماسلز، مش هيوصل منه حاجه للجلد، فمش هتشوف منه نتائج. هو ما بيعملش ليفتنج يا جماعه. بصوا، للاسف في انواع من السكين بوسترز اتعمل لها بروباجندا على اساس ان هي بترفع الوش، بتشد الوش لفوق. تمام، طبعا الكلام ده مش مظبوط، يعني الكلام ده ما بيحصلش. كويس، فالسكين بوسترز تتحقن في الجلد، بلاش ديب قوي كده، فبلاش تحقنها عمودي جدا. الفرق ما بين السكالبترا والمورفيوس ايه؟ السكالبترا ده يا جماعه سكين بوستر عادي خالص، المورفيوس ده جهاز. كويس، فده حاجه وده حاجه تانية، يعني ده ليه تكنيك في الشغل وده ليه تكنيك تاني في الشغل خالص، مش واحد اصلا، ده حقن وده جهاز. طيب، الاحسن الميزو بوتوكس ولا بوتوكس سبكوتينيوس في كروس فيت؟ بصوا، ده ليه الميزو بوتوكس ليه وظايف، الميزو بوتوكس ده بيشتغل على الجلد اصلا، مش بيشتغل على الماسلز، ففي الكروس فيت لازم احقن بوتوكس عادي مش ميزو بوتوكس خالص. تمام، الميزو بوتوكس ليه وظايف تانية خالص. حقن السكين بوستر في الخمس نقاط هل يعطي ليفتنج؟ غالبا لا. هتشوفوا منه ليفتنج طبعا، بس الليفتنج ده هيقعد 3 4 ايام، مش هيزود عن كده، بعد كده هيرجع كل حاجه الوضع كما هو عليه. دايما يا جماعه الفايف بوينتس دي برضو يعني حاجه كده ماركتنج تكنيك بس مش اكتر، انما هي ملهاش قيمه فعليه على ارض الواقع. انا بوزع السكين بوستر بتاعي على الجلد بشكل متساوي بشكل عام عشان اجيب افضل نتائج، وهي دي فعلا افضل حاجه وصلت لها. وما بسوقش السكين بوسترز خالص على انها حاجه تديني ليفتنج نهائي. تمام، لا مش هتبقى هي دي، حتى لو حصل مش هيبقى بالدرجه المرضيه بالنسبه للبيشنت، عشان بس نبقى ايه نحط نقطه في الحته. ينفع سكين بوستر في الاستاتيك لاينز؟ طبعا، ما احنا لسه كنا قايلين الكلام ده، البروفايل ينفع سكين بوستر طبعا في الاستاتيك لاينز، ده مفيش فيه كلام، بيجيب نتائج كويسه جدا، بس طبعا غالبا مش من جلسه واحده. So we can say skin boosters used for hydration and giving nutrition to the skin. صح، مظبوط، هو ده كده، ده الوظيفه الاساسيه بتاعتها، هي معموله علشان تعمل هايدريشن كويس، تزود البلاد سبلاي، تعمل نيوتريشن للجلد بشكل كبير، انما هي ملهاش ادوار تانية. يعني هتحفز نمو الكولاجين بالشكل الطبيعي اللي بيستخدم فيه الهيالورونيك اسيد. ميزتها ان هي فيها هاي كونسنتريشن اوف هيالورونيك اسيد، فبتقعد التاثير بتاعها لمده اطول وبشكل اقوى، انما هي مش بديل للفيلر، مش بديل للبوتوكس، مفيش حاجه اسمها بديل للفيلر والبوتوكس. اعمل ميكس بين حقن ميزوثيرابي وخيوط مونو في نفس الجلسه، مفيش مانع،
اه طبعا مفيش مشكله، يعني ممكن نعمل ده وده مع بعض في نفس الجلسه، مفيش مشاكل، بس دايما نبدا بالميزوثيرابي الاول، ما تحقنش الخيوط الاول. تمام، علشان خاطر انت ما تبقاش وانت داخل بالسرنجه بت بتميكس الخيوط مع بعض، او بتخلي الديستريبيوشن بتاعها مش في الماتريكس اللي انت حطيتها في الاول. طيب سكن الفيلر في الجبهه ماله؟ انا اتكلمت عنه من شويه. لازم كانيولا طبعا، لازم كانيولا، مفيش حاجه اسمها هعمل فيلر في الجبهه نهائي، هي اصلا بالكانيولا وريسكي، يعني هي خطر حتى بالكانيولا، فما ينفعش من غير كانيولا، لازم كانيولا طبعا. تمام يا دكاتره، بشكركم جدا جدا، شرفتوني جدا وسعدت بوجودكم معايا النهارده. ميعادنا بكره في المحاضره الثانيه من المؤتمر مع دكتور احمد زيدان الساعه 1 الظهر باذن الله. نورتونا وشرفتونا.